أعزائي السلام عليكم. اليوم فاز فريق ريال مدريد على فريق الأهلي المصري ب4 أهداف لواحد في بطولة موندياليتو أو كأس العالم للأندية المنظم بالمغرب. هذه المباراة اللي كانت شيقة وكانت في مستوى عالي، يعني تحية 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 للفريق الأهلي المصري. والله لا تحية، أنا تفرجت في الماتش، يعني والله لا لعبوا وكان بزاف ديال الاهداف ضاعوا، ولكن تقاتلوا في الشوط الاول خسروا بهدف، ولكن فاش دخلوا في الشوط الثاني واخا استقبلوا هدف ثاني من الريال، ولكن بقاو شادين وبقاو غاديين ومقاتلين وقلبوا الريتم ديال المباراه، ولاو كيهجموا ولاو كيمشيو من الاطراف، يعني وكيديروا محاولات ومقاتلين. زعما الله يلا تبارك الله الصراحه، زعما الله لا مباراه تاريخيه، مباراه يعني مستوى عالي، مباراة غتبقى للتاريخ، مباراة غتفرحنا كاملين مغاربة ومصريين. وانا ماشي يعني غنقول لكم بان راه خسروا من الريال، راه الريال راه فريق اسطوري، راه عرفتي شنو الريال؟ ريال مدريد، راه ريال مدريد هذاك، راه ماشي الاهلي المصري خسرات من شي فريق اللي هو عادي. يعني تحية كبيرة لفريق الاهلي المصري وهارد لاك ليهم، وراه باقا واحد المباراة ترتيبية ان شاء الله يجوا المرتبة الثالث ويدوا البرونزية. يعني اليوم انا والله لا واخا خسرت الاهلي، ولكن انا فرحان لها المستوى ديالها واللعب اللي لعبوا زعما والنيفو اللي وصلوا ليه. واللي عجبني بزاف هو يعني البيلانتي اللي تيرا مودريتش، يعني ضربة جزاء اللي كانت محسوبة لريال مدريد وتيراها مودريتش، والحارس العظيم الشناوي كيتصدى لهاد الركله. هاد ضربة جزاء راه تاريخية، غتدخل التاريخ، وحتى الحارس الكبير الشناوي ديال الاهلي المصري غتبقى عنده في السيفي ديالو، غتبقى عنده طول حياته يفتخر بها بانني صديت رميه ديال مودريتش، لاعب كبير. حظ سعيد لفريق الهلال السعودي في النهائي ضد فريق الريال، كنتمنى لهم حتى هما حظ وافر وان شاء الله يكون خير. وهذه هي الكره، قدر الله ما شاء فعل. نخليكم في امان الله، نشوفكم في الفيديو الجاي، الى اللقاء.